السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم في اول حاجه بقى، نبتدي في الريل لايف، الحاجات اللي احنا المفروض بنتعامل معاها بشكل يومي بقى، ونبتدي بقى هنتعلم ازاي نعمل تيستنج للابلكيشنز. بس في الفيديو ده لازم نعرف حاجه الاولانيه اللي هي احنا بنشتغل ازاي. تعالى افتح بس ايه دايجرام. ماشي، حلو كده. طيب، انا عندي عايز اعمل ويب سايت على الانترنت، عايز اعمل ويب سايت. في الويب سايت ده انا المفروض ان انا احطه على سيرفر، صح كده؟ اروح اجيب سيرفر من اي حته. تقول لي طيب يا عم الحاج، دلوقتي انا اصلا ما اعرفش يعني ايه سيرفرات. اقول لك بقى يا معلم، انت عندك كذا نوع من انواع السيرفرات. في عندك حاجه بنسميها شيرد سيرفرز. ماشي، جميل. وفي حاجه بنسميها الديديكيتد سيرفرز او ديديكيتد هوستنج. تعالى كده نعمل بوكس تاني، ديديكيتد هوستنج، نحطها جنبيها. وهتلاقي في عندك حاجه اسمها الفي بي اس، واللي هي الفيرتشوال برايفت سيرفرز. خلينا نجيب بوكس تاني. تمام. في عندك اكتر من نوع. تقول لي طيب ايه الفرق؟ ما انا كده كده احط الويب سايت بتاعي على النت وخلاص. اقول لك لا يا معلم، الموضوع مختلف شويه. طيب ايه بقى الشيرد سيرفرز دي؟ الشيرد سيرفرز دي، تعال نجيب اي ويب سايت مثلا زي اي جي هوست مثلا، ونختار يا سيدي استضافه. هنختار استضافه مشتركه. هتلاقي الاسعار لو انت جيت بصيت مثلا بيجي بيكلمك في السعر في السنه. مثلا بتتكلم في ده هوستنج بلان، دي استضافه مشتركه، اوكي. اه صح، تعالى كده نجيب استضافه مشتركه للشركات. مش عارف. اول سنه ب 210 جنيه او ب 210 دولار، اسف يعني، خلينا نغير العمله، اظن ان في مكان لتغيير العمله. ماشي، مش عارف بصراحه. اوكي. اوكي. هتلاقي بيقول لك مثلا لو انت عايز استضافه اولانيه للويب سايت بتاعك، السنه الاولانيه ب 2700 دولار، وفي ب 2000 دولار. تعالى نخليها بالجنيه المصري. اه كده الموضوع اختلف. ب 1000 جنيه السنه الاولانيه، التانيه السنه في استضافه نوع تاني ب 2000 جنيه، في استضافه تالته ب 3000 جنيه. طيب، تقول لي طب ما ده جميل، ده السنه كامله ب 1000 جنيه، واخد ترافيك 50 جيجا، مساحه 5 جيجا، 1 جيجا رام، 1 كور، 5 ايميلات، وهنا 10 ايميلات، وهنا انليمتد ميلز، او 100 ميل يعني، مش واتنين كور والحاجات الجميله دي. هقول لك بس ثانيه واحده بقى، هنا الموضوع يختلف. الشيرد هوست، الشيرد هوست ليه مشاكل. المشاكل يا معلم بقى ان انت تخيل ان انت في عمارة كده مليء بالشقق. تخيل انت مثلا عندك عمارة كده، العمارة دي فيها الشقة الأولانية، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة. الفكرة بقى اللي بتحصل ايه؟ ان انت ما عندكش كنترول على العمارة كلها، انت ليك بشقتك انت بس، صح؟ ما ينفعش تروح تقول للعمارة كلها يا جماعة احنا هنعمل خطة فلانية جديدة ان احنا هنبيض لون العمارة، او هنقفل باب العمارة مثلا كلنا. ممكن الناس تتفق وممكن الناس ما تتفقش، صح؟ ده شيرد هوستنج، ان انت مع ناس كتير جدا في السيرفر. حلو كده. ومش انت المسؤول عن اداره السيرفر، في حد مسؤول عن اداره السيرفر، او حد هو اللي بيمانج السيرفر بشكل عام. بس الفرق بقى فين؟ انت مثلا دلوقتي قررت ان انت عايز تراستر السيرفر، مالكش حق انك تراستر السيرفر بتاعك. اللي ليه حق هو السيرفر مانجر. السيرفر مانجر، حلو كده. السيرفر مانجر ليه الحق ان هو ايه يراستر السيرفر. ليه؟ لان هو مثلا خلينا نقول ان هو صاحب العماره في الحته دي. لكن انت مش صاحبها، انت مشترك في العماره واخد شقه، حلو كده. يعني انت لو قررت تاخد اي جزء من الشقه، من اي حاجه مثلا، يعني خلينا نقول ان لا قدر الله العماره دي ولعت، حلو كده، انت كمان هيطولك الاذى، صح؟ يعني لو حد مثلا رمى سجاره مثلا في العماره، والسجاره ولعت، او العماره ولعت والسجاره ولعت، العماره ولعت، او حصل اي حاجه، فغلطات الاخرين هتتاثر بيك. نفس الفكره بالظبط في السيرد في الشيرد هوستنج. ان احنا بنحسبها ازاي بتوع سكيورتي؟ ان انت لو حد من الناس اللي موجوده في السيرفر دولت اخترق، ممكن عادي جدا الاتاكر يوصل لسيرفر تاني في جنب يوصل لويب سايت تاني على نفس السيرفر، عادي جدا ان ده ممكن يحصل. فاهمين قصدي؟ يعني لو عندي ويب سايت بتاعي اسمه A، وراجل عنده ويب سايت اسمه B، وخلينا نقول ان ده واحد مثلا ده ويب سايت بتاع نادي الزمالك، وده الويب سايت بتاع نادي الاهلي، حلو كده. واحد بيكره الزمالك، حلو كده، فعادي جدا ممكن يخش من هنا لهنا عادي، ممكن ده يحصل. تمام. طيب هتقول لي ما هي دي مشكله، اقول لك اه طبعا، بس هي الناس بتلعب النقطه دي
للويب سايتس اللي هي مش حاجه كبيره، مش حاجه انتربرايز، مش حاجه كبيره خالص، يعني ممكن تعمل بيها ويب سايت صغير خالص لحد ما عندوش اي ادنى من الخبره. حلو كده. فالفكره كلها ان انتوا بتبقوا متشاركين السيرفر اللي انتوا اللي الراجل جايبه ده، اللي هو صاحب شركه الاستضافه، اللي هو صاحب مثلا اي جي هوستنج في الكيس دي. بتبقوا متشاركين في كل حاجه في السيرفر، في الرامات، في الهارد ديسك، في السي بي يو، في الانترنت، في كل حاجه، كلكم طالعين من نفس الويب سايت، من نفس السيرفر قصدي. حلو كده. الفكره بقى هنا ان انت مش هتلاقي اسعار زي دي بره، يعني مش هتلاقي الاسعار زي دي في اي حته تانية، لان انت بتتكلم فاهم في 1000 جنيه في السنه. 1000 جنيه في السنه ده مش رقم بالنسبه للهوستنج اصلا. حلو كده. طيب، في الجزء التاني بقى هتلاقي عندك حاجه اسمها الديديكيتد هوستنج. الديديكيتد هوستنج بقى خلينا نقول العكس، يعني العكس تماما. انت عندك سيرفر بتاعك، الهارد بتاعك، الرام بتاعك، مفيش حد غيرك ليه اكسس على اي حاجه في الويب سايت غيرك. عايز ترستره وتطفيه، تزود، تنقص، تعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، مش تفرق. بس تعالى بقى نقارن فرق السعر. يعني لو جيت مثلا على شركه، احنا مش هنجيب حاجه عاليه برضه، هنجيب كونتابو مثلا. كونتابو. اوكي، وتعالى كده نجيب ديديكيتد سيرفر. حلو. يا عم سهل. هتلاقي طبعا فرق الاسعار رهيب. يعني لو بتتكلم في اسعار، لا الفرق هنا مختلف تماما يعني. لو هتدفع هنا 1000 جنيه في السنه كلها، هتدفع 1000 جنيه هنا في الشهر. فاهم؟ تعال نبص كده، هو لسه الاسعار ما جاتش من الداتابيز ولا ايه؟ اوكي، ماشي. هنا بيكلمك ان السيرفر ده 12 كور، كل كور 3.7 جيجا هرتز، 128 جيجا رام، هارد 2 تيرا ان في ام اي. طبعا دي امكانيات، يعني مش امكانيات حد بيستارت لسه في اول مره، يعني اظن دي حاجات برضو خارقه. تعالى كده نجيب برضو ايه. مثلا يا سيدي، تعالى نكتب dedicated server. dedicated server. حلو كده. وتعالى نجيب مثلا او في اتش. حلو، جميل وزي الفل. ماشي، تعالى كده نجيب dedicated servers، مثلا حاجات زي الرايز. بيقول لك مثلا السيرفر ده امكانياته الفلانيه 64 جيجا رام، تدفع $61 في الشهر. حلو كده. لو ضربتهم بما يعادل الجنيه المصري الجميل بتاعنا، تعال نقول دولار تو اي جي بي، هتتكلم يا سيدي في 2885 جنيه. يعني بتتكلم في ضعف تمن الهوستنج الشيرد، ضعف بالظبط. تمام. طبعا بقى كل ما بتحتاج امكانيات اكبر، تلاقي مثلا امكانيات اكتر بكتير. يعني انت هنا بتتكلم في 220 جيجا رام، 2 تيرا، 4 تيرا ام في ام اي. في امكانيات طبعا كتيره. انترنت هنا بيتكلم في 1 جيجا انترنت بيوصل لغايه 3 جرانتيد، ان هو بيقول لك ان هو موجود يعني خلاص. فاهم؟ فدي ميزه حلوه قوي، يعني دي ميزه حلوه قوي لو انت بتعمل سيرفر وبتقسم سيرفر بقى وعايز الحاجات الجميله دي كلها. طيب، في بقى النوع الثالث اللي احنا بنستخدمه في حاجه اسمها اللي هي الفي بي اس. الفي بي اس هو، تخيل ان انت عندك فيلا متقسمه شقق صغيره خالص. بس الفكره هنا ان مش زي العماره اللي احنا اتكلمنا فيها ان هنا ممكن حد يوصل لحد هنا. لا، انت هنا كل واحد يعتبر في فيلا لوحده او في شقه لوحده قصدي. حلو كده. يعني مثلا تعالى كده نجيب في بي اس، مثلا اي في بي اس زي او في اتش مثلا. حلو. هتلاقي عندهم حاجه من $4 في الشهر لغايه مثلا 45. في برامج بنسميها الفيرشواليزيشن ابس، او اللي هي الكي في ام مثلا، او حاجات زي في ام وير. في سوليوشنز الناس بتجيبها، خلينا نقول مثلا في ام وير مثلا اي 6 اي. حلو كده. اي 6 اي، بيجي حد صاحب سيرفر عنده سيرفر كبير، بيجي يجيب حاجه مثلا زي الاي 6 اي، يعمل ايه بقى يا معلم؟ في الاي 6 اي، انا كنت عايز صوره بس مش اكتر يعني للموضوع. حلو. هو عنده سيرفر بيحجز لك منه ديديكيتد رام، وديديكيتد هارد ديسك، وديديكيتد انترنت، بيحجز لك كل حاجه خاصه بيك. هو انتوا كلكم في نفس السيرفر، بس كل واحد مش شايف التاني. ودي الميزه بتاعت الفي بي اس، ان كل واحد مش شايف التاني. انت ما تقدرش تعرف مين معاك في السيرفر، لان انتوا في اوركستريتور او اوبريتنج سيستم زي الصوره دي بالظبط. حلو. كل واحد فيكم في امايه على الاوبريتنج سيستم. حلو كده. كل واحد مش شايف التاني.
هل ده سكيور؟ سكيور جدا. يعني ممكن نادرا قوي لما بيحصل اتاكس على الليفل بتاع الاوركستريتورز او الاي اس اكس اي مثلا، حاجه زي الاي اس اكس اي، وان تقدر تخرج من ماشين لماشين حد تاني، نادرا يعني. خلينا نقول برضو ايه، نكون منصفين يعني. حلو. فهو بيحجز لك نوع الامكانيات اللي عنده او الامكانيات اللي انت عايزها. حلو. ويجي يقول لك مثلا ايه، انت بتاخد هارد ديسك عامل ازاي، بتاخد مش عارف ايه رامات، الكلام الجميل ده كله. والموضوع ده على فكره احسن بكتير. هو طبعا اغلى من الشيرد بشويه، بس احسن بكتير. وبيبقى ليك كل الصلاحيات على السيرفر بتاعك برضو، يعني انت ليك كل الصلاحيات على السيرفر بتاعك. طيب، انت بقى يا صديقي العزيز اللي بتقول في الكيس دي، لو انت بتعمل ويب سايت، انا امكانياتي ان انا ادفع للشيرد، وامكانياتي ان انا ادفع للديديكيتد، وامكانياتي ان انا ادفع لفي بي اس. حلو كده. بتقول في الكيس دي انا ممكن اعمل ايه؟ طبعا انت لو بتبني ويب سايت بيرسونال، ويب سايت صغير مش كبير قوي، وعايز تكون سكيور، طبعا الفي بي اس هو احسن اختيار. حلو كده. لو بتبني حاجة ويب سايت انفورماتيف، مش فارق معاك شوية معلومات وبتاع وما فيش منه خطر والكلام الجميل ده كله، ممكن يكون الشيرد هو حاجة ممكن تستخدمها، مع اني انا ما برشحهاش في كل الاحوال. بس هو الشيرد موجود، مش تقدر تقول له لا يعني، فاهم. الديديكيتد بقى، لو انت عايز تبقى عندك سيرفر خاص بيك براماتك بحركاتك بكل الكلام ده كله، وسيرفر محجوز، يعني في حاجة بنسميها البيراميتال. بيراميتال سيرفر. سيرفر. اوكي. حلو كده. بتاخد سيرفر في الداتا سنتر نفسها، بتأجره عادي جدا، زي مثلا زي ديديكيتد سيرفر. وانت بقى اللي بتنزل عليه الاوبريتنج سيستم وبتعمل اللي انت عايزه. مثلا زي ده كده اهو، ده سيرفر مثلا، زي في بروسيسور زينون مثلا اي 5 و16 جيجا رام، ليك اكسس على كل الكلام ده. حلو كده. ده بيبقى مفيد جدا في حالات حلوه قوي، يعني انت على حسب الكيس اللي انت هتعمل عليها بتختار نوع السيرفر. جميل. خلينا نكون متفقين على هذه القصه. طيب، السيرفرز بشكل عام بيبقى فيه منها كذا حاجه. يا اما ان انت بتجيب السيرفر في الحاله مثلا الشيرد ده، بيبقى حاجه اسمها مانجد سيرفر. المانجد سيرفر ده فيه ميزه حلوه جدا. لو انت ما عندكش اي خبره في السيستم ادمنستريشن، ما عندكش خبره في اي حاجه من الحاجات اللي ليها علاقه بالمانج بتاع السيرفر، هيكون المانجد سيرفر ده احسن اختيار ليك. تقول لي ليه بقى يا سيدي؟ هقول لك مثلا، انت دلوقتي صاحب ويب سايت وعايز تخش على الايميلات، في مثلا سوليوشن بنسميه سي بانل. تعالى كده نجيبه. اوكي. اهو. بيو 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 بيو. ده سي بانل. سي بانل ده انت بتاخد اكونت فيها للويب سايت بتاعك، يعني مثلا هو الويب سايت بتاعه هنا اسمه demo.cpanel.com. حلو كده. طيب، بيبقى في اكونت تاني بنسميه دبليو اتش ام، الويب سيرفر مانجمنت. حلو. او الويب هوستنج مانجمنت. طيب، ايه الفرق بين الاثنين؟ انت صاحب سيرفر، بتقدر تخش هنا في الدبليو اتش ام، تعمل بقى اكونت لكل واحد مشترك عندك اشترى استضافه. وخلينا مثلا نجيب ده، دي مش دبليو اتش ام اظن. لا، دي مش دبليو اتش ام. لا، دي سيبنا العاديه. تعالى كده نجيب دبليو اتش ام ديمو. دي دبليو اتش ام لانش ديمو. حلو. بتخش هنا كده، تروح تقول ان انا عندي مستخدمين مثلا. في واحد اختار الباقة اللي هي 5 جيجا من السيرفر، 1 جيجا رام، مش عارف ايه الكلام ده كله. وبتقول له ان انت بتعمل له اكونت، واشتراكه هيبدأ امتى وهينتهي امتى، ومستخدم كام جيجا من الهارد ديسك والحاجات دي كلها. وبتربط له كل الدومين والحاجات الجميلة دي. ده اللي الويب سيرفر او صاحب السيرفر بيستخدمه. حلو كده. طيب، فانت بتخش تعمل له اكونت، تقول له ان هو مختار اني باكج من الباكجز اللي هو مستخدمها. بيبقى طبعا مقسمها انت. ليك باكجز مثلا، في باكج هنا زي ما انت شايف، هتلاقي عندك باكجز موجوده، بتبقى موجوده بره عموما. ممكن انت تعمل بقى باكجات زي ما انت عايز. عايز تراستر السيرفر، تعمل اللي انت عايزه، بتعمل كل الليله دي من هنا كواحد صاحب سيرفر. حلو كده. طيب، انا بقى واحد ما عنديش اي خبره في اي بطيخ في الدنيا، نعمل ايه بقى يا استاذ محمد؟ نيجي هنا كده، بتاخد اكونت على بتاخد اكونت على السي بانل. حلو كده. بتلاقي عندك ايميلاتك، عايز تعمل ايميل لموظف جديد في الشركه بتاعتك اللي انت شاري لها دومين، تخش تعمل كده ميل، وتسميه مثلا احمد، وتقول الباسورد بتاعه هيبقى كذا. ولو ليه كوتا معينه، انا اصلا مش عارف انا كاتب ايه الباسورد، ايه اللي مش سترونج.
اوكي. وتقول له مثلا انا هديله من السيرفر عندي مثلا وليكن جيجا رام مثلا، جيجا ستورج للميلات. هبعت له معلومات السيرفر بتاع، بتظبط كل حاجه. عايز تتحكم في فايلات السيرفر مثلا، حلو. عايز تتحكم في الفايل سيرفر، في الفايلات بتاعت السيرفر بتاعتك، بتعمل ايه؟ بتخش هنا في الفايل مانجر، وتخش ترفع فايل اللي انت عايزه، وتنزل الفايل اللي انت عايزه، تعمل كل اللي انت عايزه. عايز تتحكم في داتابيس تعملها، عايز تسطب حسيب مقياس مثلا زي وورد بريس من هنا، كل الكلام ده. عايز تشوف مين الفيزيتورز، بيجي لك كام زائر يوميا، كل الكلام ده. بس خلي بالك انت هنا مالكش اكسس ان انت ترستارت السيرفر، مالكش اكسس على اي حاجه خالص جوه الاكونت بتاعك ليه علاقه باداره السيرفر خالص. انت هنا السيرفر اوريدي مدار، حلو كده. فده بنسميه المانجد سيرفر. على فكره لو انت ممكن يكون عندك ديديكيتد سيرفر عادي جدا زي اللي اتكلمنا فيهم، وفي بي اس ممكن تنزل عليهم سي بانل عادي جدا. لو انت بتحب الجي او اي والحاجات دي، او اليوزر انترفيس اللي هي اللطيفه اللي انت ممكن تدوس على مش عارف ايه والكلام ده. سي بانل بفلوس، في منها بدائل تانية ببلاش. يعني مثلا انت اظن ان انت ممكن تجيب ويب سيرفر بانل، هتلاقي عندك يا سيدي سايبر بانل مثلا. سايبر بانل معروفه، ممكن تبص عليها ديمو هنا، فيها كل حاجة تقريبا انت ممكن تستخدمها مجانية، ما فيهاش اي مشكلة. وهتلاقي عندك برضو كان في ايه، في اكتر من نوع يعني ممكن تستخدمه. اوكي تمام. ففي اكتر من نوع ممكن تستخدمه. الفكرة كلها ان انت بتختار الانسب ليك يعني، واللي انت تعرف تتعامل معاه. تمام. طيب ده اهو بنى المانجر مش عارف ايه والحاجات الجميلة دي. طيب خلصنا الجزء الجميل ده. النوع التاني بقى ان انت يبقى عندك unmanaged server. الانمانج سيرفر بقى هو اللي لازم ان انت بتكون عندك خبره كبيره جدا باداره السيرفرات، او عندك خبره باداره السيرفرات، لان انت بتاخد اكسس على مثلا لو سيرفر ده لينكس زي كده هنا مثلا، بتاخد اكسس على السيرفر تيرنل. عايز تنزل مثلا لغه برمجه جديده، بتكتب مثلا اي بي تي جيت انستول بي اتش بي مثلا 7، حلو كده. عايز تعمل اي ابديت بتعمله بايدك، كل حاجه بتكتبها از كوماند لاين بايدك من غير اي تدخل يعني. لكن هنا انت الموضوع بسيط، انا لو انا صاحب سيرفر ممكن اجي هنا عادي جدا اعمل ابديت للغات البرمجه اللي موجوده، او انزل لغه برمجه، او ابدل بين اللغات اللي موجوده. الكلام ده ما فيهوش اصعب، ما فيهوش حاجه صعبه يعني، فاهم؟ طيب ده الفرق بين خلينا نقول المانجد والانمانجد، حلو كده. طيب ايه اللي الناس بتلجأ له في الحقيقه؟ الانمانجد. الناس بتروح للانمانجد بص بطريقه مرعبه. هتقولي ليه؟ هقول لك ان ده الاحسن في كل حاجه. بالنسبه لي انا سيب انا كوست كبيره، فيها حاجات انا ممكن ما اكونش محتاجها، فيها ريستريكشنز الحاجات، فليه ليه اعمل كل الكلام ده؟ انا ممكن اروح لحاجه اون مانجد عادي جدا وراح دماغي. طيب مع ان في ناس بتختار المانجد عشان تريح دماغها اكتر يعني، بس ده ليفل تاني مالناش دعوه بيه. اوكي. طيب اخترنا السيرفر، حاطين لنا الكود بتاعنا على الابلكيشن، عملنا كل الانترتينمنت الجميله دي، وظبطنا الدنيا. طبعا انت ايه في الاخر بتروح تقول انا عايز اعمل كده. هقول بقى ايه؟ انا اختار السيرفر بتاعي ده هنزل عليه ويندوز ولا لينكس. طبعا الكلام ده ما ينفعش في المانجد. المانجد انت يا اما بتختار قبل ما بتعمل انستوليشن انت هتعمل ايه. يعني مثلا بالمناسبه لو جينا مثلا لايجي هوست وليكن، او خلينا نجيب مثلا هوستنجر، وده مش اعلان بالمناسبه يعني، عشان بس ما حدش يفتكر بقى ويقول انا صاحب غريب واسامه الزيرو وكده، فهم بيعملوا اعلانات ما بعملش عشان انا فقير. اوكي. لو جيت كده يا سيدي هتلاقي عندك هو النت جميل يعني. نعمل حاجة طيب. طيب هو كده اظن هيقوم بالسلامة دلوقتي. ماشي ما علينا. اغلب السيرفرات اللي انت بتلاقيها هتلاقيها لينكس، حلو كده. وهتلاقيها لينكس وان مانجد، او حتى لو هي مانجد هتلاقيها برضه لينكس. هتقول لي ليه؟ اقول لك عشان ببلاش يا باشا. تمام. ويندوز في لايسنس حضرتك وليله سودا ومينتيننس وتفاصيل كتير. انا كويب سيرفر ادمن او سيستم ادمنستريتور انا في غنى عنها. تمام. وبعدين هيجي يقول لك انت عايز تنزل يا باشا ويندوز على السيرفر عندك، هتدفع ثمن اللايسنس بتاعت الكوست بتاعت الويندوز. يعني انا مثلا لو جيت كونتابو مثلا، كونتابو وجبت يا سيدي في بي اس عادي جدا، هيجي يقول لك بس يا باشا انت عايز تختار في بي اس او تختار اي هوستنج من عندك،
ببساطه جدا روح اختاره واختار لينكس. تيجي تختار لينكس هتلاقي الاسعار ثابته لغايه دلوقتي عادي، مفيش اي مشكله. او تعالى كده نجيب مثلا ده، تلاقي الويندوز ليه بص بارتيشن كده لوحده او جزء لوحده. لو هتلاقي ممكن يكون مثلا السيرفر نفس الامكانيات، بس هنا زود عليك اللايسنس بتاعت الويندوز وهنا ما زودهاش. يعني مثلا لو جيت بصيت مثلا 4 كور، 8 جيجا رام، 75 جيجا ان في ام اي هارد ديسك، وليك سناب شوت، انترنت 200 ميجا، حاجات جميله جدا والله. تبص هنا كده، تعال نبص على الاسعار الافوردبل اللي هي وريني يا معلم. هنا اقل سيرفر ب 11 دولار ده لو انت ويندوز. تعال نجيب بقى السيرفرات المماثله ليها في اللينكس. اوكي، انت زعلان من حاجه؟ اوكي ماشي. هو بيلود فوق بس هو بعافيه شويه. اوكي، فهتلاقي مثلا عندك 11 دولار، 21، 37. بتبقى مشاكل حضرتك. بس تعالى بقى انت ممكن لما تيجي هنا كده وربنا يكرم، هتلاقي مثلا اسعار من 6 دولار، من 5 دولار، من حاجات فاهم ارقام اساسا لا تذكر يعني. ممكن تلاقي حاجات بواحد دولار ونص يعني فاهم. ليه الفرق؟ لان هو هنا بيحاسبك على الويندوز، على اللايسنس بتاعت الويندوز. طبعا عشان برضو يعني ايه تبقى عارف، الاسعار دي من غير فات. انا عملت كده تلاقي الضريبه. جميل. فبس عشان تبقى عارف، لان هو هنا ايه ما بيقبلوش بحاجه غير الدولار. ممكن تختار بقى اي هوستنج من الهوستنجز المعروفه، وتروح تختار اي حاجه بتدفع بالجنيه المصري. واظن انا ما لقيتش فعلا حاجه غير هوستنجر في الكيس دي اللي بتدفع بالجنيه المصري، بتدفع بفوري وكذا حاجه تانية. حلو كده. طيب، فخلينا نكون متفقين ان ويندوز هتلاقي طبعا هو هنا ايه بيديك لايسنس ويندوز اصليه، ولا تقدر تعمل اي حاجه. الحل الوحيد الورك اراوند ان انت تجيب ديديكيتد سيرفر امكانياته صغيره، وبيديك اوبشن ان انت ترفع الايزو اللي انت عايزه وتنزل ويندوز يا باشا، وممكن تعمل اللي انت عايزه هنا بقى ساعتها. حلو كده. جميل. طيب، دي الفكره بين الايه السيرفرات المانجد والان مانجد والحاجات اللي انت ايه ممكن تبص لها، وتبص لها ازاي بقى وتستخدمها ازاي. مين اللي بيحدد الكلام ده؟ اللي بيحدد الكلام ده حضرتك، الكوست بتاعت حضرتك اللي هتدفعها، انت عايز تدفع كام، وحجم البروجكت، حجم البروجكت نفسه اللي انت بتشتغل عليه ازاي. كل الكلام ده هو ده اللي بيفرق معاك. غير كده ممكن يجي لك عميل يقول لي مثلا، في ناس بتروح تعمل ويب سايتس اللي هي يقول لك 5000 جنيه. ف 5000 جنيه ده هيعمل مثلا منهم سيرفر ب 1500 جنيه، والباقي يعمل بيه الكود بتاع الابلكيشن، او هيعمل بيه السيم، او هيعمل بيه اي حاجه. فهو بيعمله ازاي؟ بيروح يجيب سيرفرات من السيرفرات اللي هي الرخيصه. بس في ناس بتعمل بكوست اعلى، بيروح بقى يجيب حاجات تانية في بي اس بقى، ويسطب مش عارف ايه، ويعمل لك كل الليله دي. تمام. اني الامن واني الاحسن؟ ده الامن طبعا ان انت يبقى معاك سيرفر بتاعك من اي تو زد. الاحسن على حسب البادجت بتاعتك طبعا، عشان برضو ايه نكون ايه واقعيين في الموضوع ده. تمام. ده الجزء بتاع الايه اللي احنا بنتكلم فيه في السيرفرات. طبعا انت لو جبت سيرفر ويندوز مثلا، ويندوز عندها مثلا آه عندها حاجه اسمها اللي هو الاي اي اس. لو انتوا عارفين الاي اي اس اللي هو انترنت انفورميشن سيرفيس، ده اللي هو السيرفر بتاع الويب سيرفر بتاع ويندوز، اسمه اي اي اس. حلو كده. هتلاقي عندك حاجه تانية برضو في لينكس، في عندك بقى اباتشي، وفي عندك انجن اكس. اوكي. وهتلاقي عندك حاجات كتير جدا بقى، يعني ايه زي لايت ويت مثلا، او حاجات كتير قوي ممكن تستخدمها. كل الحاجات دي اوبن سورس عموما، يعني ممكن تلاقيها على النت، تلاقي الكود بتاعها على النت وتقدر تبص فيها. انت اللي بتختار الويب سيرفر وبتنزله بايدك. جميل. قومت الويب سايت، اخترت الويب سيرفر، حطيت الابلكيشن، سطبت الداتابيز، عملت كل حاجه، مبروك بقى عندك ويب سايت يا حماده، والدنيا تمام وزي الفل. الفكره بقى هنا ان انت لو انت ويندوز هتدفع كوست عامله ازاي، ولو انت لينكس هتدفع كوست عامله ازاي. يعني كل الكلام ده ممكن ما يهمكش اساسا، بس هي الفكره ان لازم تكون فاهم ان احنا بنعمل ايه، عشان قبل ما تبتدي تعمل اي حاجه في الدنيا. انا مش عايز اطول عليكم الفيديو ده، واظن الفيديو ده يعني ان شاء الله يكون سهل. الفيديوهات الجديده بقى ايه، الفيديو الجاي هنتكلم بقى في الايه بروتوكولز والحاجات اللي ايه الشقيه اللي اي تيستر بيدور عليها. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.